يا مساء الخير عليكم جميع مشاهدي قناة الحدث اليوم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فكرة. معكم محمود الشاعر. طبعا انتوا عارفين شعارنا ان فكرة النهاردة مستقبل بكرة. الحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا ويعتبر في غاية الخطورة، ممكن يخليكم تعيدوا تفكيركم وحساباتكم في استخدام الموبايلات بشكل عام، لما فيه من بعض الاختراقات التي تتم عن طريق مثلا ابلكيشنز معينه، واتساب او فيسبوك او ما الى ذلك، او اختراق لبعض الصور والفيديوهات. فطبعا الموضوع ده على قد ما الموبايل حاجه مفيده ومهمه جدا، يقدر يربط اي حد على مستوى العالم من مكان ومن قاره لقاره، ولكن هناك بعض الاختراقات التي تتم عن طريق الموبايل. طيب، عايزين كل الناس اللي بتتابعنا تركز معانا جدا جدا جدا، لان حلقه النهارده مهمه، لاننا بنتكلم عن حاجه احنا ماسكينها في ايدينا معظم الوقت وهو الموبايل. وطبعا عشان نتكلم في الموضوع ده باستفاضه، يشرفني ويسعدني ان يكون معي التقني الاستاذ يوسف الوهيب، عضو الامن السيبراني بدوله الكويت الشقيقه، ويكون معي عبر سكايب. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف. اهلا وسهلا، سعيد جدا معكم في هذه القناه المتميزه والمتالقه دائما، قناه حدث اليوم التلفزيونيه. طبعا في البدايه انا عايز اعرف من حضرتك، الموبايل بيبقى هل ليه قدره ان هو يتجسس علينا سواء احنا في البيت او بره البيت او اي مكان؟ نعم، من الممكن ان يتم استخدام الهواتف المحموله للتجسس اذا تم الوصول الى جهازك بطرق غير مشروعه. يمكن ان يشمل ذات تثبيت برامج خبيثه او التجسس عبر الانترنت لحمايه نفسك. يفضل تنفيذ الاجراءات التاليه اللي بقول لك عليها. تحديث البرامج، تحديث البرامج، تاكد من تحديث نظام التشغيل تطبيقات الجوال بانتظام طبعا، حيث يتم تصحيح الثغرات الامنيه في التحديثات. تمام، عايزين نعرف من حضرتك اكتر، هل التجسس ده بيتم عن طريق شركات بغرض الدعايه او التسويق؟ يعني احيانا الواحد بيكون بيتكلم في التليفون، بيسال واحد صاحبه ويقول له انا عايز اشتري عربيه، فتلاقي فجاه عندك اعلانات عربيات كتير. او التجسس مثلا بيتم عن طريق اشخاص باغراض او لاغراض ابتزازيه معينه. فدلوقتي احنا معانا حالتين، حاله شركات وحاله اشخاص، فحابب حضرتك توضح لي الجزئيه دي. التجسس واختراق الهواتف المحموله يمكن ان يتم من قبل اطراف متعدده بمختلف الاغراض. طبعا اليك بعض الامثله: شركات تسويق واعلان. بعض الشركات قد تستخدم تقنيات التتبع لجمع معلومات حول عادات الاستخدام للهواتف المحموله بهدف توجيه الاعلانات بشكل اكثر دقه. متسللين طبعا يمكن للافراد ايضا محاوله اختراق الهواتف الاغراض المختلفه او اغراض مختلفه، مثل السرقه طبعا الشخصيه. تمام. او عايز يبتز شخص او كده، فبيبدا ان هو يعمل هاكينج على الصور او الفيديوهات بتاعته. نعم، محاوله اختراق الهواتف لاغراض مختلفه، مثل قلت لك السرقه الشخصيه او الاحتيال. طيب، وده خلينا طبعا نروح لنقطة مهمة، يعني عايزين نفهم برضو من حضرتك أكتر، هل موضوع الاختراق ده أي حد عادي كده ماسك موبايل يخترق موبايل حد تاني، ولا الموضوع عايز حد بروفيشنال وواثق أو عارف يعني إيه موبايل كويس؟ تختلف قدرات الأفراد من اختراق الهواتف المحمولة بناء على مستوى خبرتهم طبعا ومعرفتهم بالأمان السيبراني. إذا كان لديهم المعرفة والمهارات اللازمة فإنهم قد يكونون قادرين على اختراق الهواتف المحمولة بكل سهولة. تمام. النهارده بنشوف بعض الناس طبعا بتهادي يعني أصدقائهم أو معارفهم بأجهزة موبايل. فيعني أنا لو حد جه جاب لي هدية موبايل مثلا، سواء أنا واثق فيه أو مش واثق فيه، في رأيك هل ممكن يبقى عليه برامج تجسس، أو أحتاج إن أنا أعمل له فورميتنج أو يعني إعادة ضبط مصنع زي ما بيقولوا، ولا إيه الموضوع بالظبط؟ نعم. إذا قدم لك شخص هدية وكنت غير واثق من مصداقيته أو كنت تشعر بأي توتر بشأنه، طبعا يمكنك اتخاذ طبعا الإجراءات الاحترازية. إليك بعض النصائح بقول لك عليها. طبعا فحص الهاتف، يمكنك القيام بإعادة ضبط المصنع للهاتف للتأكد طبعا من إزالة أي بيانات شخصية وإعدادات غير مرغوب فيها.
ومن ثم طبعا بإعادة تثبيت التطبيقات وإعدادات الهاتف وفحصها بعناية. مثل ما قلت لك طبعا تحديث البرامج، وتأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات أيضا إلى أحداث الإصدارات، حيث يتم تصحيح الثغرات الأمنية في التحديثات. فحص التطبيقات طبعا، قم بمراجعة القائمة المثبتة للتطبيقات وتحقيق من مصدرها والأذونات التي طبعا تمنح لها، ثم قم بإلقاء تثبيت أي تطبيق يبدو مشبوه، يعني مشبوه فيه، الغيه مرة واحدة. تمام. يعني ملخص سريع او بريفنج الكلام حضرتك ان احنا يفضل ان احنا نعمل ابديتنج لكل الاجهزه اللي معانا، سواء سوفت وير او للابلكيشنز بشكل عام. طبعا. نعم. انا برضو كنت من فتره كده بشوف حاجه غريبه جدا في ناس معينه، مثلا معاها الموبايل الشخصي حاطين لزقه اماميه على الكام بتاعتهم او الكاميرا الاماميه، واحيانا برضو عاملين لزقه على الكام الخلفيه بتاعتهم. ففعلا الناس دي طلع عندها ممكن يكون حق شويه، لان النهارده يعني بيتم اختراق طبعا الصور والفيديوهات. فبرضو عايز افهم من حضرتك موضوع اختراق شركات، يعني انت بتخترق دلوقتي الواتساب او الفيسبوك، انت بتخترق دلوقتي شركه مش بتخترق موبايل شخص. نعم. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف هل فعلا الموضوع ان هو الناس دي عندها حق اللي حاطط لزقه على الموبايل ده؟ طبعا برامج الاختراق والتجسس يمكن ان تكون قادره، نعم، على الوصول الى الكاميرا الاماميه وايضا الخلفيه، وتجسس عن طريق التطبيقات مثل واتساب، فيسبوك، اذا تم طبعا تنفيذها بشكل صحيح وتم الوصول الى الهاتف بطريقه غير مشروعه. هذا يعتبر طبعا اختراق للخصوصيه الشخصيه ومخالف طبعا للقوانين. تمام. احنا طبعا بنشوف في لينكات كده غريبه بتتبعت لنا، سواء من ارقام غريبه، يقول لك مثلا دوس على اللينك ده وهتكسب مبلغ معين من المال، او اكسب جايزه مجرد بس ان انت تضغط على اللينك ده. اللينك ده ممكن يكون حاجه مخترقه للجهاز. طبعا الروابط التي تاتي من ارقام مجهوله وتطلب منك فتحها يجب ان تتعامل معها بحذر. ليست كل الروابط المرسله من ارقام مجهوله هي ضاره، ولكن هناك بعض الامور التي يجب اخذها في عين الاعتبار. طبعا التحقق من المصداقيه. اذا تلقيت رساله تحتوي على رابط من رقم مجهول فتحقق من المصداقيه اولا. قد تكون هذه الرسائل رساله اعلانيه او مسابقات او روابط لمواقع ذات صله بامور الشخصيه. طبعا تجنب الفتح اذا كانت او كنت غير يعني متاكد منها. يعني ما نضغطش عليها بشكل عام او نتجاهلها عموما. نعم. ما فيش حد بيكسب حد طبعا. من الافضل انك تتجنبها مره واحده. هذا تمام اكيد. طب انا النهارده يعني بحس كده، يعني في ناس معينه شغاله في اماكن حساسه شويه، عليه دايما ماشي معاه موبايل بزراير. يعني اقول له انت ماشي ليه موبايل بزراير؟ يقول لي عشان ده صعب ان هو يخترق او كده. في راي حضرتك الاختراق اصلا بيتطلب وجود انترنت؟ نعم، في الغالب الاختراق يتطلب وجود اتصال بالانترنت او شبكه مماثله. هذا لان معظم الهجمات والانشطه السبرانيه تتطلب وسيله للوصول الى الجهاز او النظام المستهدف عبر الانترنت، ومن ثم يمكن للمهاجمين ان يستخدمون الانترنت لنقل البرامج الخبيثه او لتنفيذ الهجمات على اهدافهم. ومع ذلك يمكن اي تحديث بعض انواع الاختراق داخل شبكه محليه مغلقه دون الحاجه الى اتصال الانترنت مباشر. على سبيل المثال، هجمات الاختراق طبعا الداخليه او الداخلي يمكن ان تتم عندما يكون الهجمات داخل شبكه الشركه او المنظمه ويحاول الوصول الى اجهزه اخرى بالشبكه. تمام. انا برضو عايز اعرف من حضرتك دلوقتي برامج الحمايه اللي الناس بتستخدمها على الموبايل اللي بتمنع الاختراق وهكذا، برامج الحمايه دي ممكن تكون هي بتخترق الجهاز، ولا حضرتك تنصح بايه في موضوع برامج الحمايه اللي بتمنع الاختراقات؟ نعم، هناك العديد من برامج الحمايه التي يمكن استخدامها لمنع الاختراق وتعزيز امان اجهزتك، ولكن لا استطيع طبعا ذكر البرامج حتى لا يكون من باب دعايه او اعلان، وانما هناك العديد من التطبيقات ويمكنك طبعا البحث عنها عن طريق اليوتيوب
راح تلقى اللي تبيه، ستجد ما تريده. طبعا اي حاجه الناس طبعا قبل ما بتنزلها بتشوف الريفيوز بتاعتها، يعني لو حد اتعرض لمشكله مع البرنامج ده وبيكتب، فطبعا الناس تقرا اكتر. دي نصيحه بقدمها من خلال برنامج فكره، ان انت تقدر تشوف الريفيوز الاول اللي معموله على البرنامج ده. وفي راي حضرتك برضو، يعني انا عايز اعرف في ابلكيشنز كده معينه تبقى قاعد مثلا على موقع زي الفيسبوك يقول لك شوف شكلك في المستقبل، دوس هنا ومش عارف هتكسب فلوس، او برضو شوف مين زار بروفايلك. يعني الابلكيشنز دي بتبقى جوه الفيسبوك ذات نفسها، فايه راي حضرتك في الجزئيه دي؟ التطبيقات التي تقدم خدمات مثل شاهد شكلك في المستقبل او اكتشف من شاهد بروفايلك، هي طبعا عادة يعني تطبيقات ترفيهية او دعاية، وليست برامج اختراق. هذه التطبيقات تعتمد على تقنية تعرف بالواقع المعزز AR، او تعرض الصور بشكل مشوه او تطبيقات ترفيهية اخرى. مع ذلك يجب ان تكون حذر عند استخدام مثل هذه التطبيقات وتقديم الوصول إلى الصور الشخصية أو المعلومات الشخصية، حيث يمكن لبعض التطبيقات جمع البيانات الشخصية واستخدامها في أغراض أخرى. انتبه، أغراض أخرى. من الضرورة طبعا قراءة السياسة الخصوصية والإعدادات المطلوبة وتحقيق من مصداقية التطبيقات قبل تقديم الوصول إلى معلوماتك الشخصيه. تمام. على سبيل الذكر بقى الاي اي او الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي، ان شاء الله يكون لينا حلقه جايه بنتكلم فيها باستفاضه عن الموضوع ده، على وعد ان شاء الله مع حضرتك. وانا دلوقتي عايز برضو يعني افهم من حضرتك، لو انا معايا موبايل الشخصي عليه صور وفيديوهات ورايح ابيعه لاي حد طبعا، يعني النهارده بنشوف الموضوع ده كتير، بنمسح بس الصور او الفيديوهات. وانا برضو عايز البنات خصوصا تركز معايا في النقطه دي، ان انا دلوقتي لو هي كواحده بنت راح تبيع موبايلها وبتمسح الصور والفيديوهات بس وتبيع الموبايل، ايه راي حضرتك؟ يعني المسح كافي ولا ممكن بعد ما تبيع الموبايل حد يرجع الصور والفيديوهات تاني الخاصه بيها؟ طبعا فاضل، اذا قمت بمسح بيع الفيديوهات والصور من هاتفك المحمول بشكل كامل، فإنها عادة لن تعود تلقائيا. في معظم طبعا الحالات عندما يعني أو عند مسح الملفات من الهاتف يتم حذفها بشكل دائم من التخزين الداخلي الجهاز. تمام. طيب النهارده برضو كل أب وأم سايبين الطفل الصغير الموبايل معظم الوقت، أو يعني في أوقات معينة. ساعات أو أحيانا بيتعرض الطفل في الجيمز اللي هو بيلعب بيها او عن طريق مثلا الفيديوهات لحاجات غير لائقه او قبيحه الى حد ما. حضرتك طبعا اكيد فاهم قصدي والساده المشاهدين، فالجزئيه دي ازاي امنعها ان هي توصل للطفل؟ منع الاطفال الوصول الى محتوى غير لائق على الانترنت يمكنك اتباع الاجراءات التاليه اللي بقول لك عليها. استخدام برامج التحكم الابوي، هناك طبعا العديد من برامج التحكم الابوي المتاحه التي تسمح لك بتصفيه ومراقبه المحتوى الذي يمكن للاطفال الوصول اليه على الانترنت. تمكنك طبعا من حظر المواقع والكلمات الرئيسيه الغير مناسبه. التوجيه والتثقيف، طبعا نقوم بالتحدث مع الاطفال على مخاطره الانترنت واهميه تجنب المحتوى الغير لائق، واشرح لهم الفرق بين المحتوى معي المحتوى الجيد والمحتوى الغير جيد. طبعا تمام. طبعا برضو يعني في جزئيه هضيفها لكلام حضرتك، ان احنا النهارده برضو في حاجه اسمها على الموبايل حاجه اسمها كيدز مود. ممكن تستخدم الموضوع الكيدز مود ده او تقرا عليه، بيبقى عن طريق بلاي ستور مثلا، او الموبايل ذات نفسه بيبقى في الاندرويد، صح كده؟ صحيح. في الاندرويد بيبقى فيه خاصيه اسمها كيدز مود تقدر تفعلها للاطفال. طيب النهارده الطفل بيقعد وقت كبير جدا على الموبايل، هل ده ممكن يبقى ليه تاثير سلبي على الطفل، ولا ممكن عادي يعني ممكن يقعد طول الوقت؟ والله استاذ الفاضل، لا يوجد دليل علمي قاطع يشير الى ان استخدام الموبايلات لفترات طويله بشكل عام يؤدي الى التوحد. طبعا التوحد هو اضطرابات تطويري، يعني يمكن ان يكون له اسباب معقده وعوامل وراثيه. تمام.
مع ذلك يمكن أن يؤثر استخدام الموبايل بشكل مفرط على صحة الأطفال بطريقة أخرى، مثل التأثير على النوم والتفاعل طبعا الاجتماعي والصحة العقلية. تمام. طبعا في يعني ومراقبة الأطفال. طبعا الموبايلات للأطفال، يعني يراقبون موبايلاتهم وتشجيعهم طبعا على الأنشطة الاجتماعية والبدنية وأيضا التعليمية. تمام. أستاذ يوسف الوهيب، طبعا يعني أنا سعيد جدا بلقائي مع حضرتك، وطبعا أنت يعني حاجة مهمة وكبيرة، وأنا طبعا يعني ما بستضيف حد معايا في البرنامج بيبقى عن ثقة. تمام. فأستاذ يوسف الوهيب التقني وعضو الأمن السيبراني بدولة الكويت، أنت شرفتني جدا بوجودك معايا النهاردة في برنامج فكرة، وعلى وعد إن شاء الله إن احنا هيكون لينا لقاء آخر مع أستاذ يوسف الوهيب. أستاذ هو أستاذ تقني، تمام، وعضو أمن سيبراني في دولة الكويت الشقيقة، وهنتكلم إن شاء الله عن حلقة قادمة عن الذكاء الاصطناعي. شكرا للأمن السيبراني الذي يعمل على حماية البيانات والأنظمة الرقمية، كما نشكر المذيع والقناة على تقديم هذا البرنامج أو الفعالية بشكل عام. تقديرنا وامتناننا للجهود المبذولة في هذا الصف. الحدث اليوم رسالة لا إثارة.